السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن الروشتة رقم 2 في علاج الاكتئاب. خلينا الاول نبدا بمقدمه كده بسيطه. بصوا يا جماعه، الاكتئاب اولا مش ضعف شخصيه ولا قله ايمان. الاكتئاب مرض زي اي مرض عضوي، محتاج متابعه وعلاج. والنهارده هنتكلم عن روشتة علاجيه بيكتبها بعض الدكاتره، وهنفهم مع بعض ليه بيتكتب ده وازاي المريض يستفيد منها. وهنقول شويه نصايح عن الفيتامينات اللي بتساعد الجسم والعقل في مرض الاكتئاب. تعال ناخدها اول جزء اللي هو الادويه. بص، الصبح في ادويه زي افكسور. افكسور في منه البديل بتاعه افيجاد. افكسور ده بيشتغل على كيمياء المخ، وبيساعد توازن المواد اللي بتأثر على المزاج. المريض بياخدها الصبح عشان يبدأ يومه وهو عنده دعم كيميائي يخفف من اعراض الاكتئاب. يبقى الصبح دواء زي افكسور والبديل بتاعه افيجاد. نقول تاني، هو بيشتغل على كيمياء المخ، بيساعد يعمل توازن ما بين المواد اللي بتأثر على المزاج. بناخدها الصبح وتبدأ بيها يومك عشان تدعم الدعم الكيميائي لمرض الاكتئاب. يجي لتاني علاج بيتاخد العصر، في وقت العصر، دواء اسمه اميبرايد. دواء اسمه اميبرايد وده بيساعد على تهدئة القلق وتحسين المزاج في نص اليوم. لما ضغطك يكون عالي والشغل كتير ده بيساعد انه بيهدي القلق شوية وبيحسن المزاج اكتر. ده بالنسبة لوقت العصر. نيجي اللي بالليل قبل النوم، في ادوية زي اولابيكس. ده بيتاخد قبل النوم، اسمه تاني اولابيكس. ده بيتاخد قبل النوم لانه بيساعد على الاسترخاء وتنظيم النوم، وده مهم جدا في رحله العلاج. يبقى ده بيساعد على ايه؟ على الاسترخاء وتنظيم النوم، خصوصا في موضوع القلق. تمام. هنا لازم نوضح للناس الادويه دي مش لازم تكون هي نفسها اللي الدكتور يكتبها، ممكن في يكتب لك ادويه تانية. انا بديك ايه؟ روشته. انا مشيت عليها وكانت كويسه جدا. تمام. تمام، نيجي بقى للجزء الثاني. احنا قلنا جزء الادويه هيبقى الصبح افيكسور او افيجاد، وقت العصر اميبرايد، بالليل دواء زي اولابيكس عشان يضيع القلق. نيجي بقى للجزء الثاني، الفيتامينات والمكملات. الجزء الثاني الفيتامينات والمكملات. اول فيتامين اول فيتامين معانا هو فيتامين د. ده مهم جدا، ده رقم واحد. هناخد جرعه من فيتامين د كل يوم 5000 وحده دوليه مع اي حاجه فيها دهون. اي حاجه فيها دهون ناخده مع اكله مثلا تقيله، فيها شويه دهون، مش دهون كتير بس دهون بسيطه تحسن من امتصاصه. فيتامين د ده نقصه بيأثر جدا على المزاج. تمام. ده اول فيتامين. نيجي بعد كده الفيتامين ب المركب. ده بيدعم الاعصاب ويقلل التوتر، بيشتغل اكتر على الاعصاب، خلي اعصابك احسن وافضل عشان يقل التوتر بتاعك. يبقى رقم اتنين فيتامين بي المركب. رقم ثلاثة اوميجا 3. اوميجا 3 ده موجود في زيت السمك، ممكن تعوض اوميجا 3 بتاكل اسماك كتير، بس احنا طبعا ما بناكلش الاسماك الكافيه في الاسبوع، غالبيه الناس يعني. فممكن تاخدوا مكملات هيكون افضل، وده بيساعد المخ يشتغل بشكل افضل كمان. اخر حاجه خالص بناخدها وده بيبقى اخر اليوم، المغنيسيوم، وخصوصا المغنيسيوم جلايسينيت. بصوا يا جماعه، الفيتامينات دي كلها انا مش شرط تاخدها كلها، بس يعني حاول تاخد على الاقل فيتامين د ومغنيسيوم. المغنيسيوم دوره اللي هو بيريح الاعصاب وبيقلل القلق، هيساعد كتير اولابيكس اللي احنا هناخده بالليل. آه نيجي بقى للجزء الاخير اللي هو مجموعه نصايح كده. اول نصيحه النوم المنتظم، حاول تنام وتصحى في نفس المواعيد. ده 50% من الحل، النوم المنتظم. تاني حاجة الرياضة، لو نص ساعة مشي كل يوم. الأكل الصحي، طبعا الأكل الصحي بما معناه إن أنت هتقلل السكريات وهتزود الخضار، يعني الخضار والفاكهة، ده هيساعدك كمان. حاول بقى آخر حاجة الدعم النفسي ده، إن أنت تتكلم مع حد تثق فيه، يعني ما تحكيش مشكلتك مع كل الناس، لأن ممكن ما تلاقيش الدعم عند كل الناس. يعني حاول يكون حد قريب منك جدا تبدأ تتكلم معاه، حد بتثق فيه يقدر هو يديك حلول، مش حلول دوائية ولا حلول كده، بس حلول لو عندك بعض المشاكل حاول تفرغها مع حد يكون انت عندك ثقة فيه. فالخلاصة يا جماعة، الاكتئاب محتاج روشتة متكاملة، دواء وفيتامينات ونمط حياة صحي. لكن اهم حاجة انك ما تاخدش اي دواء من نفسك، لازم دكتور هو اللي يحدد. زي ما قلت قبل كده، احنا هنا بنوعي وبنفهم، لكن القرار الطبي عند المختص. ولو حسيت انك محتاج مساعدة اطلبها من غير خجل، لان صحتك النفسية اهم من اي حاجة. ومتشكر لكم جدا، ويا رب تكون الحلقة فادت الناس، واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.